السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى اخوات؟ كيكة البرتقال وجمال وحلاوة كيكة البرتقال شتا، يعني كيكة برتقال. جبتها لك بقى، بصي بمقادير بسيطة خالص، وفي ثواني كده هتكوني مجهزة اجمل واحلى صينية كيكة. بصي كده هشة ومرتفعة وطرية، بمكون واحد بس هنضيفه على الكيكة هيخليها هشة معاكي بالشكل ده، وهيخليها مرتفعة ومش هتهبط منك خالص. بصي كده طراوتها وهشة مش مكتومة، ومرتفع ازاي مش هابطة. يلا اتبعي مقاديري دي بالظبط كده، وهتطلع معاكي اجمل واحلى صينية كيكة، لانها مقادير مظبوطة بالظبط. يلا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك وكومنت جميل منك. ومعانا شفشق الخلاط، هننزل بكوباية وربع من السكر، ومعايا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وانزل عليهم بكيس من الفانيليا. ومعايا هنا بشر برتقانتين. خدي اللون الاصفر بس، الابيض لا، الابيض بيعمل مرارة. اللون الاصفر من البرتقان بس، ابشريه كده بالمبشرة بالناحية الناعمة خالص. ونزلت عليهم بمعلقة من الخل. الخل بيدي بيخلي الكيكة معاكي طرية، وبيخليها هشة كده وحلوة قوي. ضربت كده البيض والسكر كويس في الخلاط، انزل عليهم بكوباية من عصير البرتقان. اعصري كده عصير برتقانتين او 3 كبار، وصفيهم بالمصفى كويس. ونزلت عليهم بكوباية الا ربع من الزيت، وضربت كده الخليط السائل بتاعي ده كده كويس في الخلاط في بولة فاضية بقى. ونزلت كده فضيت الخليط السائل بتاعي، ومعايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق. ونزلت عليهم بكيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر اللي موجود عندك، وعليهم رشة من الملح، وعليهم بقى المكون اللي هيخلي الكيكة ما تهبطش معانا، معلقة من النشا. معلقة كده كبيرة من النشا، بيخلي الكيكة بقى معاكي طرية وهشة اسفنجية كده، ومش هيخليها تهبط معاكي. انا كنت نخلة دي قبل كده، وهنخله برضو مرة كمان. بنخل بقى كده الدقيق بتاعي بكل المكونات اللي ضفتها عليه، وابتدي بقى اقلب الكيكة بتاعتي. جربي الكيكة دي وانا متأكدة انها هتعجبك قوي، لاني مقاديرها مظبوطة بالظبط. هتطلع معاكي اجمل واحلى صينية كيكة. وزي ما قلتلك في ثواني هتكون جاهزة معاكي كل حاجة، وانت واقفة كده اهو بتعمليها في الخلاط. قلبت كده الخليط بتاعي بيبقى بالقوام ده. لو لقيتيه خف منك شويه زودي له شويه دقيق، لو لقيتيه تقيل منك شويه زودي له شويه برتقان او شويه ميه او شويه لبن اللي موجود عندك. معايا بقى الصينيه بتاعتي مدهونه كده دهنه سمنه بسيطه، من غير ورقه زبده ولا اي حاجه. دهنه سمنه كده بسيطه في الجناب وفي الصينيه كلها كده بالشكل ده. طبعا الفرن بتاعي انا كنت مسخناه مش قبلها بكتير، لا يعني قبلها ب5 دقايق كده. يعني وانتي بتشتغلي في الكيكه شغلي على الفرن. ومعايا بقى كوبايه هحطها كده في نص الصينيه بالشكل ده. ده لو عندكم الصينيه اللي هي بفتحه من النص تمام ماشي، لكن لو ما عندكمش هنعمل التركايه دي. نجيب كوبايه كده، وما تخافيش الكوبايه مش هيجرى لها اي حاجه خالص، ونحطها في النص نثبتها كده في النص، ونصب عليها باقي الخليط، ونصب بقى خليط الكيكه. دي هتطلع لنا فتحه كده في صينيه الكيكه زي الصينيه اللي هي فاتحه بالظبط. انا حطيتها في الصينيه دي عشان اللي ما عندوش صينيه بفتحه كده من النص. ونزلت بقى كده ايه بالخليط السائل بتاعي، وزي ما قلت لك الفرن شغال من قبليها ب5 دقايق مش بكتير قوي لا، علشان الكيكه ما تخشش على درجه حراره عاليه وتهبط منك.
بتحطيها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 170، وبتشغلي عليها الفرن الاول من تحت. واول ما تلاقيها نص ساعة كده او تلت ساعة بص كده عليها، بس ما تفتحيش الفرن عليها علشان ما تهبطش منك. بص عليها كده من الازاز بتاع الفرن من بره، واخر دقيقتين او 3 افتحي عليها الشواية، وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. طبعا اختبرناها زي ما شفتي كده بالخلة ومن النص مستوية وزي الفل. بص ما شاء الله ارتفاعها. طبعا انا سبتها لغاية ما بردت خالص ورحت قلبها في الطبق. بص طرية قوي، سفنجية، وطعمها خطير بقى، ما اقدرش اقولك على ريحتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم.